العاديون يوجه الكاميرا لإقليم الحوس في قرية شامخة بين الجبال المثلجة، والتي يعاني سكانها من قساوة الظروف الطبيعية والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة وضعف الإمكانيات المادية. وفي طريق صادف صاحب القناة عبد الرحمن الرئيسي امرأة تحمل الحطب فوق ظهرها ويبدو عليها أثر العيش الصعب، إلا أن في كلامها عكس ذلك، وأقرت عليه أن يحل ضيفا عندها لشرب الشاي والاستراحة من عناء طريق. عند وصولها إلى منزلها وضعت حلها على الأرض وعرفته على حياة البادية وعملها، واستقبلته في مسكنها المتواضع المعاني من تساقطات الماء بعد ذوبان الثلوج. مرحبا بك. هذا جريد تبلديتي تبلديتي يا أخي، ده غصبان هاتي غير غصبان. ها مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك دار مغادة ليك نركز شوية نتحرك. ايوا مزيان. نكون غيرنا هاتي ناخذ دستيجن كي تندنا ما يصدري منذ أن قدمت. هذا غنكنسف مزيان تبرد. غنسرت هاتي ولا انت فهمتيني انوال هاتي اشهد نتكا غدا نتكا يتمقي ديك لا غير لو نزار راس نتكا غوا اتو كاش تغوا ولا تسولتي تيري تمقيت غوا راس نتكا واختار البلا هاتي. وكان هناك زوجها حسن بجانب موقد بسيط مصنوع من وعاء قصدير والطين، ورغم العيش الصعب إلا وأنها كانت قنوعة جدا. لقد أفصح لسانها من جمال قلبها وحبها الشديد لزوجها الذي أنعم بهذه الزوجة الصالحة المكافحة وهي تقابل رأسها. نقنع سيدنا ديال ربي إن إلا نشتي النور اللين الحمد لله نقنع زود نكيزود نتا. بعدما رأيناه من صعوبة عيشهم إلى فيجب الاهتمام بهم والابتعاد عن قضايا لا تهمنا مثل قضية فلسطين، فسكان المغرب المنسي هم أولى بالاهتمام، لأنهم لا يتوفرون على أدنى حقوق العيش الكريم عكس الفلسطينيون الذين يتوفرون على جميع حقوقهم مثل التعليم والعلاج